السلام عليكم. أكاذيب بالذكاء الاصطناعي للتلفزة الجزائرية على نجاحات المغرب في تنظيم كأس العالم في البنية التحتية. شوفوا الذكاء هذا الفيديو كامل الاصطناعي شوفوا. لتشويه المغرب. لا عاد حول ولا قوة إلا التلفزيون بالله. العمومي الجزائري إلى عادته القديمة. اسمع أولا. تواصل الطبيعة في هذا الشتاء القاسي فضح عورات المخزن بعدما غرقت مناطق واسعة من المغرب في عزلة خانقة بسبب انقطاع الطرق وغياب الحد الأدنى من البنية التحتية والخدمات. صافت لاش حبسنا دابا عندنا ايام ما بقى عندنا ما ناكلو والبرد قاصح محتاجين المساعدة دابا. هنا سمعنا تقرير للتلفزيون العمومي الجزائري الرسمي صوت الدولة الجزائرية. انت تقول اصبر، ربما حقيقة الفتاة اللي كنا نسمعوها هي مغربية، ولو انه واضح بانهم يقولوا راهي تعاني في البرد. الصورة تبان بانها مصورة بايفون 17 برو ماكس. بطبيعة الحال اللباس تاعها، الماكياج، كثير من الامور تلفت الانتباه، لكن اليقين يأتي لما تروح إلى صفحة على منصة تيك توك. التلفزيون الجزائري يأتي بفيديوهات مولدة من بالذكاء الاصطناعي منشورة في منصات مثل تيك توك، والحساب راكم تشوفوا الصورة تاعو، ونشوفوا ربما مقتطف من فيديو الأصلي وفيديو مشابه له. نشوفوا. صافت لاش حبسنا دابا عندنا ايام ما بقى عندنا ما ناكلو والبرد قاصح. في هادشي اللي كتشوفوا دابا هذا هو الواقع ديالنا باش نجيبوا الماكله ديال الوليدات. كنتسناو بزاف، ولكن هادشي كامل كيسحيت على ودهم. اللي بغى يساندنا يقدر يصيفط لينا الهدايا هنا في تيك توك. الله يجازي. التلفزيون العمومي الجزائري، يعني انا لما في 2024 تعرفوا كانت فضيحه وطنيه. عبد المجيد تبون رد على الكلام اللي قلته وقتها في قناه ميديا بانهم استعملوا التلفزيون العمومي الجزائري، استعملوا الذكاء الاصطناعي وقتها في صور تاع قافله للحصاد وغيرها من الامور، لكنهم اليوم بشكل مفضوح أكثر، معناتها فيديوهات موثقة بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي تم تقديمها لمحاولة تشويه المغرب في وقت كأس إفريقيا، لأنه هذه التقارير اليومية للتلفزيون العمومي اللي بدأت تثير سخط ناس كثر داخل الجزائر. يعني شفتوا قصة المؤثر اللي فيما بعد خرج مسكين، يعني أجبر أنه يخرج بشكل مهين ويبدأ يهاجم في المخزن بعد ما قال مجرد أنه التلفزيون الجزائري من الأحسن أنه يهتم بأوضاع الجزائريين عوض أنه يهتم بالجارة المغرب. معناتها العقدة مع التنظيم هذا الناجح للمغرب لكأس إفريقيا، مع البنية التحتية اللي شفناها، الملاعب، الاستقبال ولا أروع، جعل التلفزيون العمومي الجزائري